ما هي أسباب هذه الوقفة الاحتجاجية اليوم؟ الوقفة الاحتجاجية هذه تندرج في نطاق عدم رضا نواب التأمين بصفاقس بمحتوى مشروع القانون اللي تطرح علينا من الهيئة العامة للتأمين، اللي من بين الموجودة فيه هو أن كتاب عقود التأمين سيتم توزيعها على عديد الأطراف الدخيلة على التأمين، اللي هو يتطلب مهنية ويتطلب خبرة في الميدان هذا. وهل المشروع هذا اللي يندرج في النطاق هذا ثم زاد أن نائب التأمين باش تتجدد له كل 5 سنوات الترخيص الرخصة للقيام بالمهنة نتاعو. هذا من النقاط الأساسية اللي في الحقيقة معناها اعتاض منها نواب التأمين، لأن باش تمس مهنتهم في الصميم وباش تخلي المهنة هذه تتوزع على عديد الأطراف الدخيلة على المهنة بتاعنا وأطراف تجارية اللي احنا ممنوع علينا القيام إلا بالمهنة هذه. وهل هناك تجاوب من قبل الهيئة العامة للتأمين بخصوص هذا الاعتراض وهذا عدم الرضا؟ هو في الواقع جاتنا مراسلة من الهيئة العامة للتأمين ومطالبين باش نجاوبوا على المراسلة هذه في غضون شهر، لكن عديد النواب الزملاء حبوا يظهروا ابتعاضهم من محتوى هذا المشروع القانون هذا، وباش تتم مراسلة الهيئة العامة للتأمين في الغرض، وعلى أساس أن يقعد النائب التأمين دوره الاقتصادي في البلاد، وممكن حتى تعزيزه مع الاتفاق مع شركة التأمين اللي يمثلها باش يكون دوره فعال وأنجع من اللي كان عليه سابقا. وهل هناك تفاؤل بحصول توافق بين الطرفين؟ احنا نأمل أن يكون توافق في مجال حساس في الاقتصاد الوطني، لأن نواب التأمين هم قرابة 1000 مع العمل اللي متواجدين معاهم في النيابات، معناها فوق 5000 موطن شغل اللي يغطيه القطاع هذايا، ونتفائلوا أنه رب ضارة نافعة من النقطة هذه. ننطلقوا على أساس أن تفعيل نواب التأمين اللي يكونوا معناها عندهم نجاعة أكثر في الاقتصاد الوطني ويساهموا بجدية، لأن عديد القوانين الموجودة اللي ما هيش مفعلة، واللي كان نائب التأمين له الخبرة باش لو فعلت هذه القوانين كما التأمين على الحريق، كما التأمين على الارسيديسينال، هذوما لو كان فعلوا الخبرات نتاع نواب التأمين كانت تنجم تكون إضافة وتنجم تمكن الدولة من عديد الموارد اللي تدر على الخزينة العامة. موفقين إن شاء الله. بارك الله فيك.